عايز منك تلقي نظرة خاطفة على الصورة الموجودة قدامك. من الوهلة الأولى ممكن تبان لك إنها صورة عادية. أي موقع إلكتروني في أي مكان في العالم عادي جدا ممكن تجي عليه فترة ويفقد عدد من المشتركين حقونه، ولكن لو كنت ملك مواقع بث الفيديو على الإنترنت فدي ممكن تبقى دلالة جدا سيئة على مستقبل اليوتيوب. والأهم من ده كله إيش علاقة التيك توك وكيف قدر بواحدة من أكثر الأساليب القذرة إنه يسحب البساط شوية شوية من تحت عرش اليوتيوب بواحدة من أكثر الحركات القذرة في عالم السوشيال ميديا. في سنة 2005 3 شباب عاديين زي وزيك اتفتحت لهم فجأة أبواب النجاح، والشي ده كان بسبب شيء جدا بصيط لاحظوه. شايفين كيف في مرة من المرات والثلاثة الشباب دول كانوا قاعدين في حفلة، والكلام ده كان تقريبا في بدايات سنة 2005. الثلاثة الشباب دول صوروا كمية فيديوهات ما طبيعية، ولكن بحكم انه سنة 2005 ما كان في موقع زي اليوتيوب واللي هم حيعملوه بعد كم سنة، فكانت مشاركة الفيديوهات بينهم وبين بعض جدا صعبة، بحكم انه وسيلة نقل الفيديوهات الرائجة وقتها كانت هي الايميل، والايميل الى يومك ده عنده حد معين في حجم البيانات اللي ممكن انه ينقلها. فكانوا الشباب دول بكل بساطة عايزين موقع الكتروني بيقدروا من خلاله انه يعملوا مشاركة الفيديوهات حقتهم من غير ما تنزل عليهم مشكلة الحجم. ومن هنا كانت بداية يوتيوب. So here we are in front of the elephants. ونجحت نجاح جدا باهر لدرجة انه شركة جوجل بكبرها جات واشترتها، وبقى اليوتيوب هو واحد من الأجنحة الرئيسية لشركة جوجل. لكن في مقولة جدا شهيرة بتقول ليس النجاح انك توصل للقمة، لكن النجاح انك توصل لها وتقعد فيها. وده فعلا اللي عمله اليوتيوب من سنة 2008 الى سنة 2018 لغاية ما ظهر تطبيق جدا بسيط كانوا الناس بيسموه وقتها ميوزيكلي. واللي ما كانوا اداريين اليوتيوب وقتها عارفينه انه التطبيق الصيني الصغير ده اللي اسمه ميوزيكلي حرفيا حيكون واحد من اكبر الاشواك ينعش شركة جوجل ويوتيوب خصيصا. شو يا شباب، قبل ما نبتدي هذه القصة لازم تبقوا عارفين حاجة واحدة بسيطة. انا حرفيا يا جماعة تعبان، عندي التهاب في الصدر والتهاب في الحلق، اعذروني لو صوت شوي واطي. اوكي، المهم نرجع مرة تانية للتطبيق الصيني اللي كان اسمه ميوزيكلي، واللي كان وقتها تطبيق فكرته جدا بسيطة، وهو بكل بساطة انه الناس كانوا بس بيشغلوا اغاني في الخلفية ويقعدوا يحركوا شفايفهم مع الاغنية. فكرة جدا بسيطة لغاية ما جات شركة اسمها تيك توك واتحدت مع ميوزيكلي، وبعد كده التطبيق بالكامل اخذ اسم تيك توك. وهنا نقدر نعتبر انه من جد بدأ الكابوس الحقيقي لشركة اليوتيوب. ومن اللحظة اللي تشكل فيها تطبيق التيك توك الى تقريبا بدايات سنة 2020 والحدث جدا كبير اللي كلنا عارفين ايش اسمه، واللي لو قلت اسمه حرفيا الفيديو حقي حيقع، كان التيك توك قاعد بياكل حصة السوق حقت اليوتيوب شوية بشوية. لكن نقدر نعتبر انه الانفجار الحقيقي للتيك توك كان من جد في سنة 2020. فوقتها عشان كل الناس كانوا قاعدين في بيوتهم، فكانت حاجة الناس لوسيلة ترفيه عاجلة الآن وبتعطيك كمية هرمون سعادة ما طبيعية في مدة جدا بسيطة، هي الحاجة السائدة واللي الناس كانوا بيدوروا عليها، واللي كانت موجودة بالتحديد في تطبيق التيك توك. ولكن الحاجة اللي بتضحك اني انا كواحد مستخدم الانترنت عادي عرفت التيك توك اللي حيقتل اليوتيوب من خلال اليوتيوب نفسه، من خلال فيديوهات كانوا يسموها تجميعات الميمز حقت التيك توك. من هناك شفت كمية الميمات اللي بتضحك الموجودة في التيك توك، قلت هاد دايم خلينا نروح اجرب التطبيق ده. ومن جد ومن بداية سنة 2020 بدأت الناس تحمل التيك توك بطريقة مجنونة. ومن اللحظة دي نقدر نقول انه المعركة الحقيقية بين العملاقين اليوتيوب والتيك توك بدأت من اللحظة دي بالتحديد. فيا ترى مين من العملاقين دول هو اللي حيفوز بالسباق ده؟ هنا شركة التيك توك سحبت أول واحدة من بطاقاتها الخبيثة، والبطاقة دي لوحدها كانت كفيلة جدا إنها تحول جميع معجبين ومحبين اليوتيوب إلى عشاق لتطبيق التيك توك، وهي بكل بساطة الخوارزمية الخاصة بالتطبيق ده، واللي بتعتمد بكل بساطة إنها توريك فيديو حلو وبعدها تعطيك 4 فيديوهات سيئة عشان تتحمس وتقلب أكتر وتدور على الفيديو الخامس وتقول يا رب يكون فيديو حلو، وبعدها فيديوهين سيئين ووراه فيديو تاني حلو. ممكن في اللحظات الأولى تحسب إنه الموضوع ده حيكون شوية عشوائي، لكنه مع الأسف الموضوع ده مقصود بنسبة 100%. في داخل عقل الإنسان في غدة يا جماعة مسؤولة عن إنتاج هرمون بيسموه هرمون السعادة، وعقل الإنسان زي أي شيء تاني في الدنيا إذا شاف كمية مقاطع بتضحك ورا بعض، المقاطع دي حتزيد كمية هرمون السعادة في عقله بطريقة ما طبيعية. لكن لو استمر بمشاهدة المقاطع دي أكتر وأكتر وأكتر، المخ راح يبتدي إنه يستجيب أقل لهرمون السعادة ده، وراح يبتدي إنه يطلب أشياء أكثر وأكثر بكثير عشان يدوبك يحس بنص كمية السعادة اللي كان بيحس بها أول مرة. وأبسط مثال عشان أسهل لك الأمور فهي السيجارة. المدخن أول ما تلاقيه دخن أول سيجارة في حياته بتحصلوا يا جماعة أخذ كمية كيف وكمية مزاج ما طبيعية من السيجارة الواحدة، لكن مع الوقت بتلاقيه بيحتاج لعلبة سجاير كاملة عشان يدوب يحس بالإحساس اللي كان بيحسه زمان أول ما كان بيدخن سيجارة واحدة بس. وتقدر تسأل أي مدخن عن هذا الشيء، وهذا الشيء علميا اسمه التوليرنس أو التعود. ونفس الحاجة دي بتنطبق 100% على التيك توك.
التيك توك لو قاعد يوريك فيديو بيضحك ورا فيديو بيضحك ورا فيديو بيضحك، فانت داخل مخك اللي بيحصل انه انت عندك كميه هرمون سعاده ما طبيعيه قاعده بتنزل، فمع الوقت انت حتبتدي انه انت تطفش من الفيديوهات حتى لو كانت ممتعه، لان انت مخك بدا يتعود على كميه هرمون السعاده دي، فحيطلب حاجات اكبر بكثير شديد. ممكن ابلكيشن تيك توك ما يكون عنده الحاجات دي، يعني ما يكون عنده مثلا نفس الفيديوهات اللي بتضحك او حتى بتضحك اكثر من الفيديوهات الاولى، فبالتالي انت شوي بشوي تبتدي تسحب على التطبيق ده وتدور على حاجه جديده. فبالتالي التيك توك وبطريقه علميه يا جماعه وسيكولوجيه بحته، والحاجه دي ما التيك توك هم اللي اخترعوها لكنها كانت حاجه معروفه علشان تبطل التاثير اللي بيحصل بالطريقه دي. ايوه طيب وبعدين يعني ايوه يا جماعه سيجوزموا عندنا هنا ضيفه خفيفه الوزن ثقيلة الدم بطريقة ما طبيعية. المهم ما علينا، نرجع مرة ثانية للنقطة حقتنا. فعشان كده التيك توك عشان يعالج المشكلة دي تكمل معانا يا جماعة الخير. عشان كده يا جماعة الخير التيك توك عشان يعالج المشكلة دي، فليه ما بالمقابل بدل ما نعرض لك فيديو حلو ورا فيديو حلو ورا فيديو حلو، ليه ما اوريك فيديو حلو 4 فيديوهات زفتة بكى فيديو حلو تاني؟ ولأن النظام حق التيك توك كله قائم على إنه أنت تقلب الفيديوهات، فبالتالي أنت أول ما تيجي تقلب الفيديو أنت ما بتكون عارف الفيديو الجاي حيكون شنو، فبيكون فيك نوع من الترقب أو الحماسة، والحاجة دي بتخليك بكل بساطة نفسك إنك تقلب وتقلب وتقلب لغاية ما تطلع الفيديوهات الحلوة اللي تطلع لك هرمون السعادة البسيط ده. وهذه بكل بساطة أيها السيدات والسادة هي الحالة التي تعرف بالإدمان. أيوة بالضبط، أنت حرفيا تعتبر مدمن في الحالة دي. عشان كده ما تستغرب أحيانا لما تلاقي إنه أنت قعدت 3-4 ساعات خلال يومك كل اللي أنت قاعد بتعمله أنت بتقلب في الفيديوهات حقت التيك توك، وتسأل نفسك تحس أنت ما عملت أي حاجة خلال اليوم ده، لا أنت مبسوط، لا أنت فرحان مرة، اللهم أنت بس كنت قاعد بتقلب. فعليا حاجة جدا مضرة للعقل، وغير أنها مضرة للعقل فهي مضرة 100,000 مرة لليوتيوب، لأنه بكل بساطة أي مشترك بيتابع المقاطع القصيرة أو أدمن المقاطع القصيرة حرفيا مستحيل يرجع يتابع المقاطع الطويلة بنفس الطريقة. يا رجل صار كيف فينا نوع من أنواع الإدمان حق السرعة، حتى المقاطع حقت التيك توك اللي هي دقيقة واحدة صرنا أحيانا جدا كثير بنسرع المقطع نفسه من قوة ما إنه إحنا ما قادرين إنه إحنا ننتظر لغاية ما يطلع لنا كمية هرمون السعادة البسيطة. فأرجع وأعيد مرة ثانية، اليوتيوب كان عارف كويس جدا إنه مستحيل إنه يفوز بالمعركة دي، فقرروا إنه يعمل نظام طبق الأصل للتيك توك، نفس الخوارزمية، نفس الأسلوب، نفس الواجهة تقريبا، اللهم إنه عمل الحاجة الوحيدة اللي بتخلي اليوتيوب هو اليوتيوب اللي إحنا عارفينه، هو الأرباح. فأنت يا صانع المحتوى اللي قاعد بتنزل مقاطع على التيك توك بتجيب 1,000,000 و2,000,000 و5 و10 مليون مشاهدة، وقاعد تفيد المنصة دي حرفيا من غير ما يدولك أي فلس. تعال عندنا نفس المنظومة، نفس الخوارزمية، نفس الشكل، اللهم احنا ندفع لك فلوس. لكن يعيب الفيديوهات حقت الشورت حقت اليوتيوب انه الارباح حقتها جدا بسيطة، لكن في اي وقت انت كونت قاعدة جماهيرية جدا كويسة ممكن انت تحول على المحتوى الطويل وطبعا تكسب ارباح بعشرات الاضعاف. فهذه بكل بساطة كانت استراتيجية اليوتيوب، وفي نفس الوقت الورقة الرابحة حقته، لانه كده حرفيا ادى صناع المحتوى اسباب اكثر من مقنعة انهم يتركوا التيك توك ويجوا على اليوتيوب، وفي نفس الوقت ارضى المشاهدين. وهنا توجهت ضربة جدا قاتلة لتطبيق التيك توك، وحتى قبل ما يتعافوا من الضربة جدا قاتلة دي بدأت أصوات جدا عالية في الولايات المتحدة الأمريكية كلها كانت بتطالب بأنه التيك توك ده يتم حذفه بالكامل من أمريكا. وطبعا السوق الأمريكي على طول بيأثر على السوق الأوروبي، فلو السوق الأمريكي حذف التيك توك غالبا حيلحقوا على طول السوق الأوروبي، وخسارة التيك توك للسوق الأمريكي والأوروبي حرفيا حيكون تقريبا يعتبر بمثابة خسارة لنص القاعدة حقت المستخدمين حقونه برا الصين. وفي نفس الوقت حتكون ضربة اقتصادية جدا موجعة عليه. ويا ترى منو اللي كان السبب اصلا وراء الادعاءات الحاصله على التيك توك انه قاعد يسرق البيانات حقت المستخدمين؟ مع انه شركه التيك توك بنفسها جات وقالت للحكومه الامريكيه لو انتم مشكلتكم مع البيانات فاحنا حرفيا ما عندنا اي مشكله نعمل سيرفرات كامله مخصوصه لسكان الولايات المتحده الامريكيه تكون خاضعه لرقابه الولايات المتحده الامريكيه نفسها، وابدا البيانات هذه ما راح تقرب من عندنا في الصين. لكن برضو الحكومه الامريكيه كانت كل شويه قاعده بتدف قانون عشان تحذف التيك توك. فيا ترى مين بالضبط اللي كان وراء هذه الحملات جدا شرسه اللي على التيك توك؟ بالضبط هم نفسهم المنافسين المباشرين لمنصة التيك توك نفسها، وهم اليوتيوب والانستغرام. الانستغرام بالريلز حقته واليوتيوب بالشورت حقته، لانه بكل بساطة الشركات دي بيكون عندها حاجة اسمها جماعات الضغط. انا متأكد كويس جدا انه غالبيتكم سمع كلمة جماعات الضغط بطريقة يعني جدا كثيرة الفترة اللي فاتت، لكن عشان اختصرها عليكم جماعات الضغط دي بكل بساطة هي جماعات انا ماسك عليك ذلة. يجي لك واحد مثلا زي حالات اسمه محمد يبغى انه يترشح للبرلمان، وطبعا معروف كويس جدا انه القوانين اللي في الولايات المتحدة الامريكية اول شيء لازم انها تعدي من البرلمان، وبعد البرلمان تعدي من شيء اسمه مجلس الشيوخ، وبعد مجلس الشيوخ لازم انها تروح عند الرئاسة وعند مكتب الرئيس ويوقع عليها. والف مبروك كذا القانون هذا تم اتخاذه واجراؤه بالكامل وما حد يقدر انه يعارض.
فبكل بساطه اللي تسويه جماعات الضغط انه هي تروح الناس يبغوا انهم يترشحوا لمجلس النواب اللي هو اول خطوه في تنفيذ اي قانون. قول له كده تعال يا مسلم انت الحين تبغى تترشح لمجلس النواب صح؟ يقول لك ايوه انا ابغى اترشح لمجلس النواب. يقول لك طب اوكي من وين حتجيب الفلوس حقت الحمله الانتخابيه حقتك؟ حقت البوسترات والفيديوهات وفريق السوشيال ميديا والحملات الانتخابيه انهم يركبونك باص ويعطونك ميكروفون ويجمعون الناس ويعطونهم اكل واشياء كذا عشان يجون عندك ويسمعون كلامك، وانت تقعد تقول لهم يا جماعه لو انتخبتوني المجلس البرلمان والله العظيم بشيل منكم الضريبه حقت الحليب الموجوده في المنتج الفلاني. المهم هي كذا. فهو عشان يسوي هذا الكلام كله محتاج فلوس. فتجي لك جماعات الضغط هذه بكل بساطه وتقول له شوف احنا حنديك الفلوس وكل حاجه، لكن في المقابل اذا انت صرت نائب عندنا في البرلمان فانت راح تساعدنا بانه انت تمشي قرارات تمشي في مصلحتنا، او تعمل لنا اعفاءات ضريبيه، او في حاله حلقه اليوم راح تحذف لنا تطبيق منافس لنا. وفعلا يكونوا يسوون كذا يا جماعه مع الاغلبيه الساحقه في البرلمان. يعني لو البرلمان فيه 100 واحد فهم مثلا يعملون هذه الحركه مع 52 واحد، فيكون عندهم اغلبيه انهم يمشون اي قرار. فدائما جماعات الضغط هذه هي 24 ساعه وراء الضغط على البرلمان انه يمشي قانون حذف التيك توك من الولايات المتحده الامريكيه. ولكن طوال هذا الوقت دائما القرار كان بيتعرقل عند المرحله الاخيره او قبل الاخيره، لين ما التيك توك عمل حركه يا جماعه الخير حرفيا جابت في ام العيد. هي الحركه يا جماعه بيني وبينكم هي اصلا ما غلط، لكنها زعلت الناس اللي هم جماعه الضغط الكبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه. وهذه يا جماعه هي جماعه الضغط اللي تتحكم بالرئاسه الامريكيه نفسها، وهي نفسها يا جماعه اللي قاعده تدعم اللي قاعد يصير في اخواننا هناك في فلسطين 24 ساعه. فعشان انتم عارفين اصلا كل اللي صار اللي بعد الفيديو حق المثليه الجنسيه، وعشان ما اخسر القناه واخسر صوتي لكم اول ما اجي اكلمكم عن اشياء زي هذه، فيفضل هنا ان نتكلم كلام مشفر. فبكل بساطه جماعه الضغط هذه زعلت مره لانه التيك توك ما كان قاعد يحذف المحتوى الفلسطيني. فهذا يا جماعه الخير كان معطي كميه تفاعل ما هي طبيعيه، وتقريبا يا جماعه كميه تعاطف ما هو طبيعي ابدا مع القضيه الفلسطينيه. وهذا الشيء طويلين العمر والسلامه زعلهم جدا. فحرفيا يا جماعه في اقل من اسبوع واحد القانون حق حذف التيك توك عدى مرور الرياح حرفيا من الالف الى الياء، وما في اي واحد اعترض تقريبا، والكل مشوه زي الكلاب. ليش؟ لانه جماعات الضغط يا جماعه الخير حقت الشركات اللي زي كوكا كولا او بيبسي او مثلا يوتيوب وانستغرام وفيسبوك وكذا، هذا يا جماعه الخير ممكن تاثيرها يكون واصل للبرلمان بس، مجلس الشيوخ بس، لكن ما عندهم اي تاثير على الرئيس الامريكي نفسه، لانه اوريدي الرئيس الامريكي حرفيا ممسوك عليه ذله من هي يا جماعه الضغط واحده بس. وتبون يا جماعه الخير الدليل في هذا الكلام كله، فروحوا شوفوا يا جماعه الخير اي رئيس امريكي اول ما يروح يترشح ويفوز بالانتخابات اول مكان يروح يزور ايش، واول شيء يروح يسويه ايش؟ حرفيا روح دور في الانترنت ماذا يفعل او الرئيس الامريكي في اول رحله له بعد الفوز بالانتخابات، وحتعرفوا ايش اللي صاير. فبغض النظر يا جماعه الخير، فجماعه الضغط هذه يا جماعه الخير ضغط على الحكومه الامريكيه بطريقه غير طبيعيه. وحرفيا صار الوضع كالاتي: بعد ما تم تمرير القرار خلاص اللي هو حق حذف التيك توك، الحكومه الامريكيه اعطت التيك توك يا جماعه الخير مده تقريبا اقل من سنه، يا بنحذف التطبيق حقكم يا انكم بتبيعون التطبيق حقكم لمتى اللي هي الشركه المالكه الانستغرام وفيسبوك، او لجوجل مثلا اللي هي المالكه لليوتيوب، وتودعون السوق الامريكي وحنا اللي نتحكم بكل شيء في التيك توك. فاذا جاء اي بوست ما يعجب جماعه الضغط الكبيره اللي هناك الف مبروك خلاص احنا وش نمسحه ونخلص ابوه يا شيخ من الدنيا. حاليا حرفيا هذه تعتبر هي ضربه الحظ الكبيره جدا لليوتيوب، لانه حرفيا لو كان التيك توك كمل بنفس هذه الطريقه عمره اليوتيوب ما كان راح يقدر انه يكمل. وفي هذا الكيرف اللي انتم شايفينه قدامكم حرفيا كان اليوتيوب راح يقعد يخسر ويخسر اكثر واكثر لين ما خلاص التيك توك يسيطر على العالم بالمعنى الحرفي، والادمانيه حقته راح تسيطر على عقول كل البشر. فانزلوا تحت يا جماعه الخير وقولوا لي رايكم، هل انتم من عشاق الفيديوهات الطويله اللي زي هذه مثلا، او انتم مثلا من محبين الفيديوهات القصيره حقت التيك توك؟ في الاخير كان معكم بيج بوس مدير كبير. انا اعتذر جدا يا جماعه الخير لو انا شكلي تعبان، صوت تعبان، ما عندي اقول حرف الميم كويس، لكم تسمعون بيم ما ادري، المهم ما علينا، مريض يا جماعه، فادعوا لي ان شاء الله بالشفاء. كان معكم بيج بوس مدير كبير، اشوفكم في فيديو جاي، السلام عليكم.